مسألة 3 صفحة 74. هنا قال لنا متوسط إنتاج الصفر 5000، وزود لنا على المسألة في المحاضرة إن متوسط إنتاج الإناث هنا ب6000 كيلو، وغير الكلمة ديت من إناث خلاها ذكور، ونطلع المعطيات بتاعتنا بقى اللي هو متوسط الصفر ب5000، الحرف القياسي ب50 جبناه من التباين الكلي، وشدة الانتخاب ب1.6، فترة الجيل ب5، irritability بربع. هنا هنجيب الاس للذكور، طلعت هو عطينا الاي، فالاي ب1.6، وعطينا الاس بي ب50، يبقى الذكور هتساوي 50 في 1.6، طلعت ب80. اس الاناث بقى هنجاوب بطريقة ان هو هنجيب متوسط انتاج بتاعهم ونطرحهم من متوسط انتاج الصفر، هتبقى 6000 ناقص 5000 هتطلع ب1000. اس للآباء بتساوي الإناث زائد الذكور على الاتنين، طلعت ب540. مقدار التحسن الوراثي اللي هو السنوي زي اللي جبناه في المسألة اللي قبليها، الهيرتابيليتي فيه الاس على الجي اي اللي هي اس الآباء، عطينا هيرتابيليتي بربع، والاس طلعناها ب540، والجي اي ب5، طلعت ب27. جي مقدار التحسن الوراثي اللي احنا عايزينه المطلوب 8000 ناقص ال5000 اللي هي متوسط الصفة، تساوي 3000. المدة اللازمة لرفع الإنتاج هتساوي جي على دلتا جي، هتساوي 3000 على 27، هتساوي 111.1 سنة.